فيلمنا النهارده هو فيلم السلم والتعبان، فيلم مصري انتاج سنة 2001، اخراج طارق العريان وديكور فوزي العوض. الفيلم ده فيه تفصيلة مهمة قوي بالنسبة للديكور، ان هو كان اول تسجيل حقيقي لديكور الترا مودرن في مصر، بمعنى ادق اول تسجيل حقيقي لديكور الترا مودرن تصميم مصري مش منقول من مجلات اجنبيه. طبعا ده كان الريفرنس وقتها. فكره ان الديزاين مصري وديزاين غير مألوف على عين المتفرج دي كانت جرأة كبيره جدا، وكانت نقله. طبعا لازم في كل زمن يجي حد عنده هذه الجرأة عشان ينقل الصوره لمكان تاني، وما كانش طبعا حد اقدر من فوزي العوض انه يعمل ده. يعني التعبير بهذا الطراز الغير مألوف وقتها للناس كان شيء هايل جدا، وهو استخدمه كويس جدا. شقه حازم هو ديكور مبني طبعا من اوله لاخره، هنلاقي فيه اللمسه بتاعه الاكسسوار معبره جدا وبليغه جدا. لما نلاقي تفصيله زرع مجفف، هذا الزرع المجفف اللي استخدمه طارق العريان برضه في الفور جراوند بعض الاوقات للتعبير عن روح طارق البطل بتاع الفيلم، هو تعبير بلاغي جدا عن هذا الزرع راقي الذوق عديم الروح. هو ده طارق ببساطة، شخص انتهكت حياته بسبب نزواته، بسبب عدم ارتياحه للاستقرار في علاقة واحدة، فبالتالي أصبح شخصية مشوهة، شوه نفسه بنفسه من غير ما ياخد باله. طلق مراته، انفصل عن بنته. كان هذا التعبير ملائم جدا بصريا ليعادل هذا المعنى في العقل الباطن المتلقي. مفيش، مراتي نسيت تاخدها معاها. 5 دقايق بالظبط والاكل يكون جاهز. طب وليه حاطط زرع ميت؟ مش حلو؟ على عكس غرفة طارق بنلاقي غرفة ياسمين اللي مليئة بالحيوية وبالألوان الزاهية والألوان الأنثوية والتفاصيل المنمقة المرتبة، حتى لو كان في بعض التفاصيل من حالة المعايشة والمنطقية مش مرتبة وفي مكانها بالظبط، إنما المكان إليت، المكان فيه لمسة أنثوية واضحة. فده بلغة النحو يعني التضاد الذي يبرز المعنى ويوضحه. فلازم كان مهندس الديكور يعمل هذا التضاد علشان نعرف هل هذه الشخصية المفعمة بالحيوية هتقدر تبث الروح في الشخصية التانية الميتة، ولا هو اللي هيقدر يموتها معاه. فكان من هنا هذا التضاد. شوف شقة أحمد اللي هو بيقوم بدور الفنان أحمد حلمي، الشقة والسطوح بيعبروا عن المستوى الاجتماعي اللي جاي منه الشخصية. وهنا برضو حتة إن إحنا بنحكي تاريخ الشخصية من خلال المكان، بنحكي تاريخ الشخصية من خلال الديكور. ده شيء مهم جدا على أي مهندس ديكور، لازم تحكي تاريخ المكان وتحكي تاريخ الشخصية من خلال الديكور. وده بالظبط اللي حصل في شقة أحمد حلمي وتفاصيل الديكور فوق السطح وهكذا. أنا عارف مش وقته، بس محتاج مصاريف الجامعة عشان لازم أدفعها بكرة. قلت لك 100 مرة إن أنا في 5 ابتدائي. ماشي ما تقلقش، بكرة الصبح هتلاقيه مع الكومودين. شكرا يا أحمد. معاك أهو. ها حازم عايزك على التليفون. حازم عايزك على التليفون؟ هتكلمه ولا لأ؟ انت مالك انت، اكلمه ولا لا؟ هو صاحبي ولا صاحبي؟ اوعي كده، اوعي تعالي، ده انا هعمل فيك عمايل. شركة الدعاية والإعلان رغم إن هو ديكور ما ظهرش معانا كتير قوي، ملوش نسبة كبيرة في الظهور، إلا إنه كان برضو بيحكي الشخصية بتاعة مدير أو صاحب شركة الإعلان اللي هو المدير بتاعهم، اللي هو الفنان طارق التلمساني، اللي هو ممثل ومدير تصوير في نفس الوقت. الفيلم كان مدير تصويره الأستاذ سامح سليم، إنما الأستاذ طارق التلمساني كان بيمثل في هذا الفيلم دور يحيى. يحيى بيقوم بدور المدير اللي هو أخ كبير، المدير اللي بيحتوي، فكان لازم ديكوره يكون شامل على عناصر الدفء والاحتواء. هنلاقي ان رغم قسوة هذا المدير في توجيه اللوم وتوجيه التوجيهات وهكذا، ورفضه بعض الاوقات انه يساعدهم، الا انه بيرجع في كلامه وبيبان ان هو شخصية طيبة وشخصية حنونة جدا وشخصية محتوية، وفعلا بيعامل الولاد دول على انهم اخواته الصغيرين مش على انهم موظفينه، رغم انه يبدو غير ذلك يعني. فالحقيقة كان الديكور برضه ليه نصيب كبير في التعبير عن ده، لانك بتشوف ان مهندس الديكور استخدم بعض الخطوط المنحنية في التكوين ودعمها الإضاءة الخافتة بتاعة مدير التصوير، والألوان الدافية حسست المتلقي إن هذا الشخص ليس مدير ولكنه أخ كبير.